السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم وحكايات الكورة مع عمر. كلنا فرحنا بفوز المنتخب السعودي على المنتخب الأرجنتيني، لكن في نفس الوقت حصلت حالة غيرة في الشعب المصري، غيرة حميدة. كلنا سألنا سؤال واحد: هو احنا ليه مش هناك؟ مفيش مسؤول طلع قال احنا ليه مش هناك؟ احنا ليه مش هناك؟ عشان انا ما عنديش اتحاد كوره. اتحاد الكوره بتاعي بيرقصه واحد ملوش علاقه بكره القدم، مفيش اي علاقه ليه بكره القدم، لا يفهم يعني ايه رياضه، ولا يعني ايه تطوير منتخبات، ولا يعني ايه اختيار مدربين. للاسف اختيارات اتحاد الكوره ماشيه بالمصلحه والسبوبه. النقطه الثانيه، انا ما عنديش تطبيق لوائح، ماشيه بالمجاملات. السعوديه كان اهلي جده فرقه عظيمه، في السعوديه بتهبط، مفيش مجاملات، اهبط. 1+1=2. انا بجامل، انا عندي مجاملات. النقطه الثالثه، عندي مسابقه بدون جمهور. ازاي يعني؟ انا بقالي 12 سنه بنلعب بدون جمهور. الجمهور ده يا جماعه عصب كره القدم، ولو هم مش فاهمين كده احنا كمواطنين عاديين بنقول لهم كده: الجمهور عصب كره القدم. لو انتم مش قادرين تفهموا ده يبقى في خلل عندكم في عقلياتكم وما تقعدوش على الكرسي. الجمهور ده بيستنفر طاقات لعيبه، بيطلع لعيبه، بيظهر لعيبه، بيعمل نجوم. فبالتالي دي نقطة سلبية تانية. نقطة سلبية بعد كده برضو من ضمن الأسباب اللي أدت لعدم وصولنا: اختيار المدربين. اختيار المدربين عندنا، لو المدرب اللي جاي مش هيطلع لي مدربين وسبوبة مش هجيبه، وطز في البلد وطز في المنتخب. وقالها ميدو، قال لك إن هيرفي رينارد كان جاي، لكن للأسف أبو ريدة وشلته مفيش سبوبة جاية من وراه فجابوا أجيري، واللي بيدفع الثمن وتحريق دمه الشعب المصري. حتى اختياراتنا للمدربين المصريين، اختياراتنا للمدربين المصريين فيها مجامله وفيها سبوبات. جابوا حسام البدري مجامله، وجابوا ايهاب جلال مجامله. حتى كابتن حسن شحاته انجح ما نجح مع المنتخب المصري، مشي بعد فشل برادلي، بعد فشل برادلي، ونجح كابتن حسن. مش حسن اختيار منهم، نجح كابتن حسن لان في التوقيت ده كان النادي الاهلي عنده جيل عظيم، جيل مانويل جوزيه، تريكا وبركات ومتعب. فحتى اختياراتهم ما فيهاش غير المصلحة والسبوبة. عايزين نخش في نقطة تانية مهمة قوي: إن المسؤول عن الإدارة في اتحاد الكورة، الإداري المسؤول أحمد العطار، ده شغلته الوحيدة محاربة النادي الأهلي. مش قادر يفهم إن طول ما الأهلي كويس المنتخب كويس. بدليل إن حتى الزملكاويه اليومين دول بيتهموا الأهلي بعدم صعود مصر لكأس العالم. ازاي يا جماعه بتقولوا الكلام ده؟ قال لك اصل البدري لما كان موجود ما كانش عايز يلعب مباريات دوليه تحسن من تصنيف المنتخب مجامله للاهلي عشان كان بيلعب في افريقيا. طب يا سيدي، يعني انا عايز اوصل بس معاك لحاجه. يعني ده اعتراف ضمني منك ان الاهلي هو عصب المنتخب، صح كده؟ يبقى انا مش موصلتكش. ما انت وصلت للمباراه النهائيه، مزيزو مضيع ضربه الجزاء، محمد صلاح مضيع ضربه جزاء. احنا هنعمل لكم ايه؟ مش فاهم. هي كل حاجه على الاهلي؟ انتوا بتحاربوه بس وعايزين في الاخر تنجحوه، ينجحكم. امشوا بما يرضي الله واتقوا الله، هنصلح حال الكره المصريه. انما طول ما هو ماشي مجاملات وفرض عضلات وفتوانه مش هنصلح حال الكره المصريه. الكارثه بقى الثانيه اللي عندنا، ان كل اللي انا بقوله، انا مش اعلامي، انا اهلاوي مخلص، انما اللي المفروض يقول الكلام اللي انا بقوله دوت وبالصياغه افضل مني الاعلاميين بتوعنا. دوله اعلامها الرياضي شلبوكة وسيف زاهر شوبير وبتوع قناه تاني، المجموعه ديت بيقودوا اعلام رياضي في دوله مصر. مستني ايه؟ كل واحد فيهم طالع بيتكلم لاغراض ومصالح
وده بيتكلم يجامل ده، وده يدافع عن ده في الباطل. مفيش كلمة حق تتقال، مفيش حد بيحاسب حد. مفيش حد بيحاسب حد. إلهاء الناس بمحللين زي رضا الهجاص يطلع يحفظوها يقول ايه ده، يلهي الناس بكلمتين. يا جماعة خافوا على البلد شوية يعني. الوسط الرياضي محتاج ثورة رياضية إدارية تدريبية، ثورة تطهير. انتوا يرضيكوا شكلنا كده؟ دي ناس مسؤولة عن الرياضة في مصر، دي ناس بتخطط لمصر، بيطلعوا يتشدقوا بالوطنية على شاشة التلفزيون وهم مفيش أي في قلبهم أي ذرة خوف على مصر. الوضع يعني بقى مغزي. أنا شخصيا غيران بصراحة، غيران من شكل المنتخبات التونسي والمغربي والسعودي والمنتخبات العربية. يعني احنا ما نقولش حاجة عن الناس دي، لكن لازم نجنب المصلحة، لازم نشتغل للدولة، لازم العناصر الفاسدة تخرج بره، لازم يمسك الاتحاد ناس مسؤولة، ولازم الناس أصحاب العقول التعبانة تتكلم في المصلحة العامة، مش تتكلم في أهلي وزمالك. المصلحة العامة فين؟ مش أهلي زمالك، ده عاد شغل الفسحة. مفيش منظومة ناجحة في الدنيا بتدار بشغل الفسحة. والإخوة الزملكاوية يا ريت تنضفوا عقولكم شوية. لو هنتكلم ان السبب ان ما راحش كاس العالم النادي الاهلي، لا، السبب ان زيزو بتاعكم اللي ملوش ضربات الجزاء الحلال ضيع ضربة الجزاء. السبب ان زيزو قبليها كان ضيع انفراد. مال الاهلي ومال الخيبه ومال الفساد اللي احنا فيه. وعموما يعني انا اتمنى صوتنا يوصل ويحصل ثوره رياضيه تدريبيه اداريه تطوير في كل حاجه. ده في يا جماعه مدربين ما معهمش رخصه، في مدربين في الدوري المصري ما معهمش رخصه تدريب، بيقعدوا يقودوا الفرق مدرجات. ايه اللي احنا فيه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ويجوا يطلعوا يتكلموا بيحسسوا على الكلام، كل واحد خايف على الكرسي بتاعه. تقول لا في الشعب المصري شويه. ده الرياضه دي منفس الشعب، منفس. واتمنى صوتنا يوصل ويسمعونا والكلام يوصل للمسؤولين، ويبقى يكون في تحقيق في الفساد اللي في اتحاد الكوره. ان شاء الله اتمنى كل التطور والتقدم للكره المصريه، ونتقابل في حلقه جديده ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.